المكدوس من المونة الأساسية اللي ما بنستغني عنها بالبيت. اليوم رح أحضرها معكم بطريقة كتير سهلة ومبسطة وحسب الإمكانيات الموجودة عندي. يفضل نستخدم الباذنجان الحمصي اللي لونه بيكون أفتح من هيك، بس هذا أفضل الموجود. طبعا أنا ما لقيت يعني أفضل من هيك نوع الباذنجان مشان نعرف نصفها بالطنجرة وما ينزعوا بعض بعد السلق هو الأفضل نغطي الوش بقماشة حتى ما تنتزع الطبقة الأولى معنا وتأكسد ويتغير لونه. أخذ مني وقت السلق تقريبا 25 دقيقة، وقبل ما أطفيه 5 دقايق حطيت عصرة ليمون لحتى نحصل على لون فاتح. يفضل إنه مي باردة كتير وفيها مكعبات ثلج، وبنتركهم حتى يبردوا وبنشيل القمع بهالشكل هذا. بس كان لون القمع من فوق أبيض معناته ما خنق معنا الباذنجان، انسلق بالطريقة السليمة الصح. نعمل ثقب طولي بالسكينة أو بأي شيء عندكم إياه، بنحط ملح صخري ما يقارب نص معلقة صغيرة لكل باذنجانة، وبنتركها حتى تتصفى من المي تمام. لتحضير الحشوة استخدمت فليفلة حمراء، ممكن حد وممكن حلوة على ذوق، رمون على ماكينة اللحمة وبنصفيهم كتير منيح. بس صار معنا بهالقوام هاد. طبعا ممكن كمان نستخدم فليفلة مفرومة جاهزة معلبة ما بيأثر. التوم حسب الذوق، حسب ما بتحبوا كتير قليل على ذوقكم. أنا استخدمت نوعين فليفلة، معلبة جاهزة وفليفلة فريش، ومنضيف كمية جوز حسب ما بتحبوا كتير قليل على ذوقكم. وهيك صارت معنا جاهزة الحشوة ومنبلش نحشيهم. وهيك بيكون شكل الباذنجان بعد ما تركته يوم كامل بالملح. بتكون كتير فاضي وبتاكل حشوة، يعني الأفضل إنها تاكل حشوة كتير. وبعد ما حشيتهم كمان برجعهم يتصفوا شغلة يومين لحتى تخلص منهم كل المي، وبرتبهم بالمطربان وبحط عليه زيت زيتون أو زيت نباتي حسب ما بتحبوا. ما تنسوا اللايك والسيف والشير.